فانت بقى لو انت في شركه ومحتاج تحاسب حد، فانت محتاج سمبلي تكتب له ما يعمل ايه الجوب ديسكريبشن بتاعته عشان تعرف تحاسبه عليه، الكي بي ايز بتاعته عشان تعرف تحاسبه عليه. لكن لو مفيش جوب ديسكريبشن ومفيش كي بي ايز، طب هتحاسبه على ايه؟ طب هتقول له انت رحت وجيت بناء على ايه؟ علشان كده مثلا قانون العمل عامل لوائح العمل وبيقول لك نعلقها في الشركات عشان تبقى مكتوبه، وهي كده كده مش هتتنفذ بس اتليست تبقى مكتوبه. كبزنس اونرز المفروض في حياتنا ندور على ايه؟ ان الحاجات اللي بنطلبها من الموظفين بتوعنا والناس اللي شغالين معانا تبقى مكتوبه، والعقود اللي بنعملها مع الشركات تبقى مكتوبه. طب انا فريلانسر وعايز اتفق مع الراجل على حاجه، اتليست الراجل اللي انت بتتفق معاه على اي حاجه في الدنيا لازم ترايت داون. يا برنس انا هاجي اصور لك، هطلع 4 فيديوهات، ال4 فيديوهات دول فيهم 4 كات داون، الكات داون الواحده دقيقه. لو انت عايز تعدل هرجع اعمل لك 1 راوند اوف امندمنت او سكند راوند اوف امندمنت وثيرد راوند اوف امندمنت، هاخد منك على كل راوند 1000 جنيه. انا عايز افهمك على حاجه، انت بعد ما تكتب الكلام ده الكلاينت مش هيعجبه، يقول لك لا معلش اعمل لي الراوند الثالثه، وانت حبيبي يعني يا اندرو صباح الفل على عيونك، اعملها لي بس وهنبقى نشوف. فاللي مكتوب مش هيتنفذ، ما بالك بقى لو مش مكتوب. لو عجبك كلامي اكتب لي في الكومنتات تحت، هتلاقيني طلعت لك تاني كل يوم.